على ابواب شهر 3 2025 باقي على كل واحد جاب لينا بقره صغيره ما كتولدش 6000 درهم على الراس. الرخص اللي كياخذوها الكريمات اللي كياخذوها، اللي انا بدوري انا نعطيها الامثال بحال هاد الولدان اللي غيبيع لي الحوت ب 5 دراهم 100 ريال و2 كيلو ب 120. هاي المستحوذين والمضاربين السي رئيس الحكومه والسي بيتاس راه هما اللي كتعطيهم الكري. واحد السؤال سيدي رئيس الحكومه، هو السي الشنكليد رئيس الجهه ديالك ما عطيتوش كريمه تا هو كاريها ولا باعها؟ يلا جاوبنا على هذا السؤال هذا، قولوا لي لا خلوني نمشي ندبر راسي نقلب. واش واحد عاطيه كريمه واحد قريب من اقرب المقربين لزكيه وهي اللي غتسحبها ليه وهي اللي عاطيها ليه وعارف القرب ديالو منا، واش غادي يتخلع منك انت ولا يخاف منك ولا يسيد فوقيتها البيولوجيه ولا ماشي البيولوجيه ولا بالكميه اللي مسموح بها ولا يبيع بالثمن اللي بغا ولا لا؟ 10 درهم 15 درهم الى غلا. في العصل ديالو 10 درهم 15 درهم الى غلا. كيقول لك هز ولا حط صندوق الى غلا كيدير 150 درهم 200 درهم لا غلا. ملي كيجيو صحاب الشكاره كيقولوا خلي داك الحوت نطلع العمله ديال الحوت. انا ما يمكن ليا انا باش الا بغيت نشري صندوق الميرنا دابا راه تقريبا خصني ليه واحد 30000 ريال ولا 40000 ريال باش نشري صندوق الميرنا فيه 18 كيلو. ولا وصل إلى مدينة طنجة ب5 دراهم فقط. كذلك كنتمناو هذه الأثمنة تعم جميع مدن المملكة المغربية الشريفة. إذا القدوم ديالنا يعني كيفاش كنقولوا بالدارجة ديالنا، يعني المجيه ديالنا المجيه ديال الخير. ودائما كاين تضارب يعني في الانباء. كيقولوا على انه تم القبض على عبد الاله اللي هو صاحب هذه الفكره، هو اللي خلق هذه الضجه. كنتمناو كمغاربه ان هذه الاثمنه وخصها تكون، يعني هذه الاثمنه هي اللي خصها تكون. الثمن ديال 5 دراهم هذا هو الثمن ديال السردين، لان كما قلت لكم هذا الشيء راه شاركته معكم من قبل، ومن الموانئ ديال الاقاليم الجنوبيه ديال الداخله. من الداخله بالضبط عندنا اصدقاء وبعثوا لنا فيديوهات على ان الصندوق انا خير الخير غير مغرق في القاعده 40 درهم نص صندوق فيه 30 كيلو والطراوه. ولا شحال الدجاج كيتسمى السردين. هو هنايا ما كاينش الدم هنا. السردين ملي كيبات كيحمر ليه هنا. كله بحال هكا. الدجاج هذا كله بحال هكا جديد تبارك الله. دابا الحقيقه تاع بيع السردين ب 5 دراهم راه فري، ولكن كاين بعض المرات السوق تيطلع وبعض المرات السوق تيهبط. بما انني انا درت الفيديوهات راه داروا هذوك الفيديوهات في الفتره اللي فيها السردين هابط. داكشي علاش بان انا. اما قبل راه كان تيتباع ب 25 تا انا عندي 30 عادي. دابا راه الفيديوهات درتهم في الفتره اللي فيها الفيديوهات كان السردين رخيص صافي. داكشي شهر بزاف. لطيف السعدونية، أبدأ معك شق السردين تحديدا. أبدأ معك مرحبا بكم والسلام للجميع. أواشرك مباركة سي عبد اللطيف السعدوني. غنبدأ معك بأسعار سمك السردين وفق منصات التواصل الاجتماعي. السردين داير 5 دراهم. ماذا عن نبض السوق؟ ماذا عن أسعار سمك السردين اليوم في أكادير مثلا؟ سيدتي الفاضلة، احنا كتجار السمك بالجملة بالموانئ المغربية ككونفدرالية تنآمنوا بأن الإشكاليات حاليا هي إشكالية العرض، لأن المنتوج السمكي خصوصا السمك السطحي اللي هو السردين اللي تيشكل ثلثين ديال الاستهلاك ديال المواطن المغربي سنويا قليل في البحر نتيجة للظروف البحرية وظروف البيئة البحرية، ونتيجه كذلك للراحه البيولوجيه اللي كانت شهر ونص، ونتيجه لان 3 شهور شهر 1 و2 و3 و4 تيكونوا هاد الشهور تيكونوا فيهم المنتوج السمكي خصوصا السردين تيكون ناقص. لذلك كانوا البرتغال اللي هما ساده البحار اللي علموا المشايخ اللي علموا المغاربه صيد السردين كانوا تيقولوا شهر مارسو فارسو، يعني ان تيكونوا المنازل بزاف وتيكون المنتوج السمكي قليل بزاف. ورغم هاد التحديات والاكراهات اللي كاينه بخصوص البيئه البحريه وبخصوص عدم تلازم الاشكاليه ديال العرض والطلب،
فإن وزارة الصيد البحري برئاسة السيدة كاتبة الدولة ساهمت بمجموعة لقاءات ودفعت تجار السمك بالجملة باش يحاولوا يمونوا الأسواق بشكل كبير، السي عبد اللطيف بشكل السعدوني. اللي يحافظ على الجودة ويراعي شروط القانون 28/07 السي عبد اللطيف السعدوني ويخدم لصالح المواطن المغربي بكلفة اللي ما تضربش الجيب ديالو. السي عبد اللطيف السعدوني كانت كاتبة الدولة مكلفة بالصيد البحري ضيفة نشرة الظهيرة الخميس الماضي. بغيت نرجع بلغة الواقع. اليوم كنا كنتابعوا في منصات التواصل الاجتماعي السردين داير 5 دراهم. واش هذا الثمن كاين اليوم في السوق؟ هذاك الثمن ديال 5 دراهم تنعتبروا استثناء على القاعده. لماذا؟ لان الثمن ديال السمك الحقيقي حنا تنشرو مثلا اليوم سوق الهراويين اللي هو السوق المركزي اللي تفرعوا عليه مجموعه اللي تيمول جميع جهات الدار البيضاء، سطات غيرها، الرباط. اليوم مشى الحوت مشى السردين ب 80 درهم. اذا راه الاشكاليه هي اشكاليه العرض والطلب. ملي تيكون من 80 درهم الصندوق بقيمه 6 دراهم باش خرج من السوق. حنا كتجار السمك بالجمله تنتهي الدور ديالنا في سوق الجمله وتيبقاو النقاط ديال البيع بالتقسيط، اي ان هنا فين خصها تكون المراقبه وتكون المراقبه الفوريه ويكونوا متدخلين من سلطه ومن هيئات، لان هنا تيبقى واحد النقاش اللي هو واسع وعريض. اما قضيه 5 دراهم انا باقي تنسال نفسي، لان هنا تيبقى ما يسمى المنافسه وتيبقى هذا حاله استثناء خاصه تلازم صاحبها اكثر مما تلزم القاعده العامه من المهنيين. اذا رئيس الكونفدراليه الوطنيه لتجار السمك بالجمله بالموانئ المغربيه كيقول لنا ان اليوم سمك السردين في سوق الجمله بالدار البيضاء وصل الدار البيضاء ب6 دراهم، بمعنى انه ملي كيوصل المستهلك باقل شي 15 درهم، فان الفرق ما بين 6 دراهم و15 درهم هذه مسؤوليه من؟ وكيف يمكن تعزيز هذه المقاربه اللي تكلمتي عليها هي ديال المراقبه؟ المراقبه خصها تكون من وراء السوق، من بعد السوق الجمله، من اي البيع بالتقسيط والبيع بنصف الجمله. اما الجمله تنشروا بالمزاد او تنشروا بالثمن المرجعي. والثمن المرجعي علاش كاين؟ الثمن المرجعي ماشي هو غير سقف باش ما يتمش في حاله العرض يكون كثير يتم تغاضي على الثمن وينزل الثمن، لان ما كاينش شي حاجه سميتها قيمه صفر. لذلك الثمن في الصحراء نتيجه لظروف العرض اللي تتكون كبيره، في الظروف اللي هي تتكون مريحه للصيد، تتكون الحوت كثير، والمراعاه لهذا الجانب تيكون هذاك الثمن اللي هو 3 دراهم. ولكن 3 دراهم لا يعني بان الحوت مشري ب 3 دراهم. الحوت الا زدتيه 3 دراهم اخرى ولا 3 دراهم و50 كيوصل للدار البيضاء ب 6 دراهم و50.